السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام حباتي، سلام حبات متتبعات قناة مطبخ أم بلال، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال نتوما اللي عزاز عليكم. وصفتي نهار اليوم هي طبق تقليدي شطحة بطاطا بالسلق، يعني وصفة تقليدية عريقة. ان شاء الله تعجبكم وصفتي نهار اليوم، بارطاجيوها مع الحباب والعائلة، وما تنساوش ديروا لي جيم، كثروا لي جيم. وقبل ما نبداو الوصفة نصلوا على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله. انا شد طاجين ولا طنجره ولا نديرو شويه زيت. فوالا انا هنا ندير شويه زيت زيتون وزيد معها شويه زيت عاديه، وانتم ديروا الزيت نورمال ولا زيت ولا يعني كل وحده باش تحب. طيب هنا اللي درت مغرفه ماشي معمره تاع طماطم مصبره. فوالا مع مغرف كبيره تاع فلفل الاحمر الحلوم. انا نشوف نحمسهم ولا نقليهم غير في الزيت شويه باش تروح الحموضيه هذيك الطوماطيش المعلبه. فوالا هنا كي قليتهم شويه ندير هنا عندي فلفل حار، هذا فلفل حار حمر ماشي حار بزاف، مع الثوم. شوفوا كيف قطعتها، دايوغ الثومه كاينه دوكا قطعتها هكا شرائح، وقطعت نطرش هذا فلفل احمر، فلفل احمر حار. انا ماذا بيا هاد الشطحه تجي شويه حاره. هنا كي قليتهم وتقلاو لي مليح ندير البطاطا ونخليها تتقلى على نار هاديه. فوالا نديرو التوابل، فلفل الكحل، ثوم بودره، العكري، كركم، فوالا وشويه كمون والملح. ودوكا نخلط، نخلي التوابل تشربهم هذيك البطاطا ونخليها تتقلى لي مليح واحد 20 دقيقه ربع ساعه. نخليهم على نار هاديه، ما تسلحوش الفرن حتى تلصق لكم، وخيروا طاجين ولا اللي ما يكونش يلصق. فوالا هكذا. شوفوا هنايا راني قليتها مليح، نخليها تستقل عليه. هنا خلطتها مليح، نخليها تستقل، نغطي عليها كما قلت لكم، نخليها واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه. هنا بعد ربع ساعه حتى 20 دقيقه هنا المرق بما سخون. فوالا كما راكم تشوفوا المرق بما سخون. شوفوا هذا طبق تقليدي بزاف وبنين. انا من عشاق السلق وهذو الجوازات. الوغ لا قدمتيهم بالمطلوع ولا كسره فطير يعني حتولي البنه اضعاف. هنا نغطيه ونخلي البطاطا طيب لي نص طياب. فوالا كي قريب طيب البطاطا نفتحوا عليها. هنا بعد ما طابت البطاطا كما راكم تشوفوا نص طياب نفتح عليها. هنا بنتي خربت لي كاع الدنيا مع القطه تاعها، راكم تسمعوا تقربيع راه هو تجري موراه هو يخبط. الوغ هنا بعد ما طابت لي البطاطا قلت لكم قريب الطيب ما مزلهاش بزاف، قريب نص طياب، فات نص طياب بشويه. نحط السلق اللي كنت غليته ولا فورته بالماء والملح وصفوه مليح قطروه. فوالا ونزربعو غير خفيف، ندخلو مع المرقه هذيك ونغلقوا عليه ونخلوه يطيب. هنا حتى تجمر لي المرقه، نخلوها تتجمر يفو ما تكونش المرقه بزاف، باسكو هذا الطاجين ما يحبش المرقه بزاف ويحبها شويه حاره وتكون حميمه. الله الله. هنا نبدا نزيد في البيض. حبيتو خبطوا البيض، انا ولادي يحبوه بيض هكا. نتوما هو نورمالمون تخبطوه ولا قدموه هكا، تقدري تقدميه هكذا كيما تقدري تضربي البيض مليح بالملح والفلفل الكحل وتقدميه. انا خدته هكذا عينات نغطي عليه ونخليه يطيب. والله انا مازال ما طابليش، راني نفيريفي اسكو طاب ولا لا. لقيته مازال ما طابش، قلت نزيد نغلق عليه ونخليه تشرب هذيك المرقه. فوالا شوفوا هنا البيض مازال شويه خضر، نعاود نغطيه ونخليه يطيب غير شويه، يعني واحد الطبق هكا بالبيض. الوغ ضربتي ولا درتي عينات يجي واحد البنه ولا اروع. هنا الطاجين تاعنا راهو واجد كيما شفتوا، بطاطا مجمره الله الله بالسلق والبيض، يعني واحد البنه ولا اروع. ان شاء الله تعجبكم وصفتي نهار اليوم. واللي حيره واش راهي طيب دير هذا البطاطا بالسلق، يعني بنينه بزاف وجويزه الله الله وصحيه، يعني 100%. ولا قدمتها كما قلت لكم مع كسره فطير، هذيك كسره فطير تجي كي الكاطو الله الله. ان شاء الله تعجبكم وصفتي نهار اليوم وتبارطاجيوها مع الحباب والعائله. ما تنساوش ديروا لي جيم، كثروا لي جيم. ما بقى لي في الاخير غير نقول لكم مع السلامه، في امان الله مع وصفه اخرى.